الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن 3 زعماء عربيين كانوا السبب الرئيسي في انتصار اكتوبر، ومن غيرهم ومن غير تضحياتهم ومن غير مواقفهم البطولية والرجولية ما كانش هيبقى فيه انتصار اكتوبر. بس للأسف كان تمن دوت ان ال3 زعماء العرب دولت دفعوا حياتهم. في يوم من الايام الرئيس انور السادات بعد الحرب ما انتهت كان قاعد مع اولاده وبيقول لهم: عارفين يا ولاد مين ارجل 2 شفتهم في حياتي؟ مين يا بابا؟ قال لهم: الملك فيصل والرئيس هواري. بيكمل السادات وبيحكي وبيقول: قلت للملك فيصل الحرب صعبة ومكلفة وبنحارب على 3 جبهات. رد عليه الملك فيصل رد واحد بس وقال له: ميزانية مفتوحة، ابعتوا فواتير السلاح واحنا ندفعها بالكامل. الملك فيصل مش بس دعم مصر ماليا بالفلوس، لا، ده دعم مصر بسلاح اقوى بكتير. الملك فيصل قطع النفط والبترول عن امريكا وعن اي دولة بتدعم اسرائيل، وده سبب ضغط اقتصادي على اغلب دول العالم اللي كانت بتتعامل مع اسرائيل في وقتها. والاول مرة العرب حسوا ان ليهم قيمة وهيبة. يوم 2 اكتوبر الرئيس هواري يتصل بالرئيس السادات ويقول له: ها السلاح وصل؟ يرد عليه السادات يقول له: لا، السوفييت طالبين 100 مليون دولار كاش. المكالمة اتقفلت بدون ولا كلمة، وفي خلال ساعات الرئيس الجزائري يفتح بنوك البلد كلها بالليل ويجمع المبلغ ويطلع بنفسه على موسكو. مش بس دفع ال 100 مليون دولار، ده رفض يسيب موسكو قبل ما يتأكد بنفسه وبعينه ان السلاح اتحمل واتشحن على مصر. الرئيس الهواري في عز البرد كان واقف في المينا جنب عمال الشحن، رئيس دولة واقف عشان جيش عربي يقدر يرفع راسه ويحارب. موقف الجزائر والسعودية غير المعادلة. الجيش المصري كسر خط بارليف وعبر عبور تاريخي في 6 اكتوبر. صواريخ سام المصرية لأول مرة توقع الطيران الإسرائيلي، والجيش السوري ضرب الجولان. العرب انتصروا في الحرب وانتصرنا في 6 اكتوبر. ما انتصرناش بس بالسلاح، انتصرنا بروح الأخوة وروح المساندة والوحدة. الوحدة العربية هي اللي خلتنا ننتصر لما وقفنا جنب بعض وبقينا ايد واحدة. بس للأسف بعد ما الحرب ما خلصت في تمن اتدفع، والتمن ده كان غالي قوي وأثر علينا كعرب ولسه موجود في قلوبنا لحد دلوقتي ومأثر على كل عربي شريف وحر. الملك فيصل بعدها بسنة اتقتل على ايد واحد من أفراد العيلة المالكة. السبب كان تآمر داخلي بعد سياسات البترول. رصاصة في قلب واحد من أشرف الرجال في العالم، واحد من الرجال اللي وقف البترول في العالم كله. الرئيس هواري مرة واحدة بدأ جسمه ينهار فجأة، حصل له تسمم غريب، مرض نادر ملوش علاج، مسموم في ظروف غامضة، مات وهو بيحلم بوحدة عربية حقيقية. الرئيس السادات وقف يخطب في العرض العسكري، وقبل ما يكمل كلمته الرصاص اخترق صدره. اغتيال علني قدام العالم كله، ومات الراجل اللي قال القرار قراري ودفع حياته تمن لنصر صنعوه العرب كلهم مع بعض لما اتحدوا مع بعض واتجمعوا على حاجه واحده. التاريخ بيكتب المنتصرين بس مش دايما بيحكي لنا تمن النصر. الزعماء دول انتصروا وماتوا وضحوا علشان الشعوب العربيه تعيش راسها مرفوعه بعزه وكرامه. الملك فيصل والرئيس السادات والرئيس هواري شهداء، وهنفضل نذكرهم وهيفضلوا ذكراهم محفورة في قلب كل عربي حر. انتصرنا لكن خسرنا رجال لا يعوضون. رحمة الله على أبطال الأمة.